من لاعب لا يملك شيء في نادي هاوي إلى لاعب يعانق البطولات ويلعب في أفضل الأندية. خلونا نشوف قصة اللاعب من البداية ولوين وصل من الإنجازات والبطولات. بداية هذا اللاعب كانت من براعم الظهر، من ثم انتقل إلى الأهلي طرابلس. النهائي مع الظهر مع فريق الأول فريق نلعب فيه. لما ابتدأ مع نادي الأهلي أبدع وأمتع وجاب أنظار الأندية إليه. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly, let me down. وجاب العديد من البطولات للنادي الأهلي هو وشقيقه، وزادت الأنظار من الأندية الكبيرة عليه. والتحق بالمنتخب لأول مرة في 2014 في تصفيات كأس إفريقيا، وكان يمتع ويبدع. بعد ما جاب الأنظار ليه كانت ليه تجربة أكثر من رائعة مع نادي بنفيكا البرتغالي، من ثم انتقل إلى نادي أقل شعبية وشهرة من بنفيكا البرتغالي، وأبدع وأمتع. هذه مع فريقي شاف هذا أول موسم لي يعني. شوف تجربة البرتغال مع تندير راضي عليها يعني. أكيد يعني تجربتي في البرتغال يعني هي اللي وصلتني للشيء اللي هذا يعني في البرتغال. شوي يعني كذا تجربة كانت جيدة يعني استفدت منها هلبة حاجات. وفي 2018 انتقل إلى الترجي التونسي، وكان ممكن أن يحترف إلى الخارج إلى أنه اختار الترجي التونسي. طبعا زي العادة أبدع وأمتع مع الترجي الرياضي التونسي، وحقق العديد من البطولات. طبعا وأنا نسجل لكم في هذا المقطع انقطع عليه الصوت لأن الميكروفون تم شحنه. لو تبوا جزء تاني وتكملة للفيديو وصل الفيديو 80 لايك وكتروا من التعليقات.